هو ازاي المسلمين يتهزموا وقائد الجيش هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجيش أفضل الخلق بعد الأنبياء زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وغيرهم من الصحابة. ازاي ربنا يسيب الفئة اللي بتنصره وبتدافع عن دينه تنهزم في مرحلة من أشد مراحل التاريخ الإسلامي خطورة؟ لكن لو فكرت شوية هتلاقي الإجابة في جملة واحدة فقط: سنن الله لا تحابي أحد. ربنا سبحانه وتعالى رسم الطريق الصحيح للمسلمين ووعدهم إنهم لو التزموا بيه هتكون الغلبة والنصر دايما ليهم، لكن لو خالفوا المنهج ده فالنتيجة مش هتكون في صالحهم مهما كانت درجة إيمانهم. عشان كده لما التزم المسلمين في بدر وأطاعوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كان النصر حليف ليهم، مع ان ميزان القوة كان في صالح عدوهم. ولما حصل العكس في غزوة أحد وخالف بعض الصحابة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم اتهزموا المسلمين واستشهد عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واتصاب